امتى هتمشي بقى يا لين وتحسي بكل حاجة حواليكي؟ أنا تعبت من الانتظار. ما تعرفيش، أنا مستنية اليوم ده بفارغ الصبر. يلا نمشي بقى يا لين. ولا أنا بسألك ليه أصلا؟ ولا حاسة بأي حاجة، ولا سمعاني، ولا شايفاني حتى. يا بختك يا لين. ما تقلقيش يا زينة، وبإذن الله فترة بسيطة جدا هتلاقيها بدأت تمشي وتعرف كل حاجة حواليها. هو بس الموضوع محتاج متابعة واهتمام مش أكتر. شكرا يا دكتور، أنا بجد متشكرة جدا على تعبك معانا. شكل المشوار قرب يا لين، وشكلك خلاص هتطلعي من حياتي قريب. ماما، أنا هنزل أروح الشغل. بالله عليك يا ماما خلي بالك من لين. الأكل والدواء هتلاقيهم جوه، اديهم لها وأخلص شغلي وارجع على طول إن شاء الله. مش هتأخر. لين تاني بعد كل اللي عملته فيكي؟ احنا مش هنخلص منها بقى يا بنتي. انتي ليه ساذجة كده؟ انا لو مكانك كنت رميتها بره البيت. احنا ملناش دعوة بيها، كفاية اللي عملته في حياتنا والخراب اللي حل علينا من وراها. هتاكلي يا يلين ولا إن شاء الله موفرة؟ مش هتاكلي؟ أنا مش عارفة ربنا ما خدكيش ليه وريح الناس من شرك. أقولك بلاش تاكلي أحسن، خليكي كده. أحمد، أنت إيه اللي جابك هنا؟ أنت مش عارف إن ده مكان شغلي؟ زينة، أنا جاي هنا في شغل. أنا أصلا ما كنتش أعرف إنك شغالة هنا. وأنت عامل إيه يا أحمد؟ طمني عليك، أخبارك إيه؟ أنا مش كويس من غيرك لسه يا زينة. أنت ليه بتعملي فيا كده؟ طيب يا أحمد أنا همشي أنا عشان عندي شغل، بعد إذنك. أحمد أنا على فكرة مبسوطة قوي إني شفتك. أنا همشي بقى. هو أنا ليه فرحت قوي كده لما شفت أحمد؟ معقولة أكون لسه بحبه؟ أيوة، أنا فعلا بحبه، بس مش هينفع بقى. وبعدين مش هينفع أكلمه، لازم هو اللي يجي يكلمني. هي لين، انتي نايمة على الكرسي ومش قادرة حتى تروحي ترتاحي على السرير. فاكرة الأيام اللي كنتي بتتريقي عليا فيها عشان كنت تخينة؟ ما كنتيش عاملة حساب إن هيجي يوم وتقعدي القعدة دي على الكرسي. سبحان الله، كل اللي عملتيه عشان تاخدي حاجة واحدة بس وبرضه ما خدتيهاش. مش عارفة بصراحة أعمل معاكي إيه. هسيبك لمين؟ انتي ملكيش أهل أصلا، لا أم ولا أب. ولو سبتك مين هيصرف عليكي؟ مين هيأكلك ويشربك؟ أنا عايزة أرجع لأحمد، أنا بحبه، بس انتي هتكوني فين؟ مش هينفع تيجي معايا تاني. مش عارفة أعمل إيه بجد.